كتشوف راسك خدام ولكن ما كاينش نتيجه، عايش عيشه كفت من هذاك اللي ما خدامش، او موان هذاك اللي ما خدامش ما مطالبش بزاف ديال الحوايج، بينما انت اللي خدام كنتي باغي توفر شويه د الراحه، اصلا خدمتي غير على ود هادشي باش توفر الراحه ولا باش توفر الاستقلاليه الماديه ديالك. شنو كيطرا اصلا دوك الاساسيات اللي غيوفروا لك الراحه ديجا غلا من الصالير ديالك. الا جينا نهضروا في الصالير زعما السميك ديال المغرب اللي هو 3000 درهم، الا جيتي تشري واحد المطله مريحه غادي تبدا ب 3000 درهم من الفوق، فهمتي؟ كنهضروا على مطله مريحه 3000 درهم من الفوق. 3000 درهم هي ارخص مطله مريحه، يعني فين هما المستلزمات الاخرين وباش غادي تكمل الشهر ديالك مثلا من ناحيه الاكل والتنقل. هادشي الا ما كانش العمل ديالك كيوفر لك وسيله نقل، ولا عندك انت وسيله نقل، واخا صعيب بهذا الصالير تكون عندك وسيله نقل لان غادي تخسر عليها بزاف من ناحيه الميكانيك، من ناحيه لا كونسوماسيون ديالها، صعيب انك تجيري هاد الامور. اذا هنا كتضطر انك تاخذ كريديات ولا انك تشري واحد المشتريات بالتقسيط. الامر اللي كيزيد يغرقك. علاش؟ كنتي في الاول مثلا كاري بواحد 1000 درهم 1500 درهم، اذا شنو كتلقى راسك؟ كتلقى راسك مثلا كاري او ميم طون خصك توفر هاد الوسائل هادو ديال الراحه اللي هضرنا عليهم، وفي نفس الوقت خاصك تجيري المسائل ديال الكونسوماسيون وديال التنقل ديالك. اذا هنا بكل بساطه ما تقدرش تعيش الوسائل ديال الترفيه اللي تقدر تنسيك شي شويه داك التعب النفسي والجسماني اللي دوزتي في العمل ديالك. شنو كتولي عباره على ماكينه خدامه باش تصرف على الخدمه وعلى وسائل الراحه اللي صعيب انك اصلا ترتاح فيها. ما يمكنش ما تكونش مرتاح ماديا وتبغي ترتاح مثلا في دوك الوسائل اللي وفرتيها باغ لو كريدي. هنا كيصعب الامر كيخصك تخدم جوج الخدمات ولا ثلاثه، ومع ذلك كيخص واحد الصبر طويل، واحد الراحه نفسيه، واحد الجهد اللي صعيب بزاف. الانسان المغربي ما قادرش انه يعيش، ما قادرش انه يتسارى، ما قادرش انه يوفر لراسو واحد الراحه بسيطه غير في دارو. والله يكون الفعون للجميع.